الثعبان الأبيض ده هيبقى أكبر ثعبان في اللعبة، واللي هينطلق في المدينة وكل حاجة يلمسها تتحول لأكل. القصة بتبدأ مع الأصدقاء دول بيحبوا لعبة الثعبان. أول واحد طلع علبة الترمس بتاعته وخرج منها ثعبان أبيض صغير، بس صاحبه أول ما شافه ضحك عليه، وبعدين فتح الصندوق بتاعه وطلع ثعبان أصفر وكان أكبر شوية من الأبيض. أما صاحبهم الثالث طلع الثعبان الأخضر، والرابع فتح شنطته وطلع الثعبان الأزرق. صاحب الثعبان الأبيض اتفاجئ إن كل الثعابين التانية أكبر من بتاعه وافتكر إنه هيخسر. الكل كان بيشجع ثعبانه. بدأ الثعبان الأبيض وكان سريع جدا بس ضعيف شوية. بمنعطف بسيط لف على الثعبان الأزرق وحاوله الأكل، وبعدها أكله وبدأ جسمه يكبر. صاحب الثعبان الأصفر شجعه، بس ما كنش متوقع إن ثعبانه يتحول لأكل بسرعة، لأن الثعبان الأبيض عدى قدامه وخلاه أكل هو كمان. الراجل كان واقف ومش مصدق، وبعدها الثعبان الأبيض عدى قدام الثعبان الأخضر وحوله الأكل، وكمل وحول التلاتة كلهم لأكل، وجسمه كبر أكتر وأكتر. بعد كده ساب صاحبه وخرج يتمشى في المدينة، وأي حاجة تقف قدامه تتحول لأكل. ولما الناس حبوا يوقفوه عملوا له ثعبان لونه وردي، ولما الاتنين اتقابلوا انتهى بيهم الحال إنهم وقعوا في حب بعض.